الثاني سائل يقول: ما صحة حديث مؤذن ضحى بمؤذن؟ وهل يجوز للفقير أن يضحي بالدجاج أو الإوز بيبي؟ قل وبالله التوفيق. الحديث ديال مؤذن ضحى بمؤذن، وسيدنا بلال كيجيبوا عليه ديك الروايه انه ضحى فروج، ذبح فروج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليه فروج يعني كيأذن في الفجر وانت مؤذن وعيد مؤذن. هذا الحديث هذا لم يثبت صحته ولا سنده، ما عندوش سند الى سيدنا بلال رضي الله عنه اللي وقعت له الواقعه. والأضحية عموما ما يمكنش نضحيو إلا بالأنعام 8، لقوله تعالى 8 أزواج. شنو هما الأنعام اللي حلال علينا نذبحوهم في العيد؟ الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والتيس هو الماعز والعنز وهي العتروسة. من غير هادو الذبيحة لا تجوز. وإلا ما عندكش لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما تمشي لا دجاج ولا بيبي، خذ دجاج وبيبي باش تاكلوا، ولكن ماشي قربانا لله، ماشي اضحيه. وعند المالكيه المذهب المالكي لا يجوز ان يضحي من كان فقير. وكيقول لك الفقير عند المالكيه هو الذي يملك قوت عامه، يلا عنده القوت ديال العام ديالو. اذا الا ضحى الا ذبح واثر داك الشيء على الماكله ديالو ديال العام لا يشرع له الأضحية. ولا يجوز أن يستلف. السلف لا يجوز، السلف لا يجوز. هما كيتكلموا على التسلاف الحلال، ماشي تسلاف ديال البنك الشعبي وديال التجاري وفاب وكذا، ما كيتكلموش عليها. كيتكلموا على انسان يتسلف فلوس حلال بلا لي زانتيري بلا الربا، حرام عليه باش يتسلف باش يعيد. الفقير عموما مرفوع عليه هذه السنة، لأن هي السنة، هي ليست فرض. من استطاع إليه بحال السنن والرواتب اللي كنعملوا. إذا الفقير مثلا نمشيو لأرض المغرب، أنا كتبت في جوجل، كتبت ما هو الراتب الشهري القليل الكافي اللي يكفي العيش في المغرب، يعني حياة بسيطة توفر فيها الحاجات اليومية ديالك بدون إسراف. قال لك كتحتاج 10,000 درهم إلى 15,000 درهم. يعني الآن في الشرع إلا بغينا نقيسوا المغرب اللي عنده راتب شهري من 1,000,000 ولتحت، يعني ناقص على 1,000,000، فهو رجل فقير، رجل ما كتوجبش عليه الذبيحة، لأنه يلا عنده الاكتفاء الذاتي ديال السنة، كيشد كل شهر 1,000,000 أو 7,000 درهم 8,000 درهم 9,000 درهم حتى 1,000,000، يلا عنده الاكتفاء الذاتي في أرض المغرب. ولهذا علاش أمير المؤمنين محمد السادس شفاه الله وعافاه ملي كيضحي دائما كيضحي بجوج ديال الأكباش. علاش؟ كبش اللي هو والعائلة ديالو، والكبش الثاني ينوب عن فقراء المسلمين المغاربة، دوك اللي ما عيدوش هذاك الكبش اللي كيذبح هو نيابة عنهم. إذا الأضحية هي السنة وليست واجبة. بل كيقول الإمام الشافعي: بلغنا أن أبا بكر الصديق وهو أمير المؤمنين وعمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين كانا لا يضحيان. علاش ما كانوش كيضحيو؟ قال لك كراهية، خايفين أن الناس يتبعوهم ويوليو يشوفوا أن العيد هو واجب. وهذو مجوج، يعني أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما كان يحجان بالناس، كان دائما في موسم الحج، والحاج قد يكتفي بالهدي فقط. إذا اللي كيشد تحت من 1,000,000 في المغرب، يعني قل من 1,000,000 حتى 1,000,000، هذا فقير، لا يستحب له أن يقوم بهذه السنة، لأن لا ضرر ولا ضرار. ما عيدتيش ما غاديش تموت، إذا ما كلتيش اللحم هذاك النهار ما غاديش تموت. حتى لا كنتي مهاوش على اللحم ومهاوش على الدوارة، سير شري لك دوارة، شري راس والدوارة فيها الكرشة، كل الدوارة وطلق البخور مع راساتك تباخيرة ديال القطبان في الصباح، وكل الدوارة في العشية وتعشى بالراس وانت عيدتي. أما الكريدي الحلال لا يجوز، والكريدي بالربا هو محرم. إذا هنا سدينا الباب، ما تكلفش على راسك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت فقير.